خايفة حسام ينفذ تهديده. ليش بشو هددك؟ قال لي إنه ما أحلم بالطلاق، وقال لي كمان إنه رح كون مرته الثانية المجنونة. فرجيكي بشو حاسة؟ فهمنا إنه هو حقير وواطي وخاين، بس بدك تتركيه هيك مخطوف؟ أكيد ما بدك إياني أروح أدفع مصاري على واحد حقير مثله، ما هيك؟ على القليلة خبري أهله، بركي هن بيدفعوا المصاري. ها؟ وليش كتير آكل همه؟ أنا آكل همك إلك. إذا صار هدوك ونفذوا تهديدهم وقتلوه، ساعتها رح يضل ذنبه برقبتك طول العمر. يا يوسف، ما بخليكي تاخذي ابني، لو بدي اشرب من دمك. وينه ابني وليه؟ لك وينه ابني؟ نقلعي من بيتي، نقلعي من بيتي انت وجوزك الاعرج، يلا. بلكي ما كان ميت، بلكي كان عايش. بدك اياه يجي لهون وما يلاقيني؟ بدك تضلي عايشة على كلمة بركي؟ بتجوزي جوز اختي يا حقيرة، بتجوزي جوز اختي؟ انقلعي من بيتي وليك، انقلعي. ما بعرف يا أمي إذا إجاني هيك خبر رح أجن وأمشي بالشوارع، ولا رح أرفع راسي فيك وأفتخر. ما بعرف، هذا شي صعب كتير، صعب كتير يا أمي. صدقيني من أول لحظة شفتك فيها حبيتك، وقلت أنت هي. أنت مين؟ أنت اقتحمت حياتي بطريقة فظيعة بتوقيت أفظع. أنت مين؟ بدي أعترف لك بشغلة وهي لازم تكون بإيدك. شو هالشغلة؟ شو؟ أنا تجوزت على سنة الله ورسوله. مين؟ أسامة، جوز أختنا جهاد. ولك هالرقبة ما بيشيلها إلا اللي خلقها، واللي خلقها وحطها هون هو رب العالمين، اللي ما بتعرفوه لا انتو ولا أمثالكم. جاوبيني، يعني مات؟ خلص. لكن ليش ما عم بقدر الحقه؟ لك ليش؟ كل ما بمسك الأدوية لحتى ابلع عنه والحقه، في شي جواتي بيقول لي لا تروحي، ابنك ما مات. في صوت براسي بيقول لي انه ابنك عايش. طب ليش عم بسمع هذا الصوت كل مرة؟ ليش؟ في ناس عم بتخاطر بحياتها وحياة أولادها ويحطوا حالهم بمركب بنص البحر وما عم يوصلوا كلهم، نصهم عم يغرقوا، ونحن يلي معنا باسبورنا الكندي وبنقدر نحجز تذاكر بكل بساطة لساتنا قاعدين هون. بطلاني ورجلك فوق رقبتك. انت طالق ورجل ما فوق رقبتك وليه، فهمانه؟ روحي عنا مين؟ روحي من هون. شو اللي خلقك ما خلق غيرك؟ من بكره الصبح بترجعني كل فرنك اخذته. هن كلمتين ورد غطاهم، يا بتضل بنتك قاعده مقبوره بهالبيت يا بتتجوز واحد من طائفتنا. العم على هالقصه، يعني لا شباب طائفتنا خلصوا ولا بنات طائفتهم انقرضوا، خلص كل واحد يتجوز من طائفته. ابني ليش ما بتحكي لي؟ والله أنا بفرح لك. لأنه ما صار شي رسمي. أي أب بحب بنته مثل ما أنا بحب بنتي، بيكون عم ينتظر يوم اللي بده يجي نصيبها مشان يذله للعريس، وأنا بكل ذل رح وافق. إذا عندك غيرة على أمك وعلى أختك وعلى بلدك وشرفك وعرضك، لازم تقاتل بكل قوة وشراسة،
وانت حامل سلاحك. بدي اياك تتاكد انه اذا قتلوك رح يقتلوا اخوك، ورح يجوا يغتصبوا امك واختك قدام عيون ابوك. مشان هيك اياك يا خالد، اياك يوصلوا لجبينك او يحنوا لك اياه. شيل ايدك عني ولا لك ما رح شيل ايدي لحتى تصير لك اخر فيوز بمخك ولا اعمل لك شيل ايدك عني، شيل ايدك عني ولا إذا شعرها وقت بتلمس من جهة تندم على اللحظة اللي خلقت فيها. لولا فسحة الأمل يا مدام شو كان صار فينا؟ شو كان صار فينا؟